السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك إن شاء الله في نهائي كأس مصر. الأنسب للأهلي قدام الزمالك إن شاء الله يوم الجمعة. طبعا مصطفى شوبير بعد التألق اللافت للنظر خلال الثلاث مباريات الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، الراجل طالع كلين شيت ومفيش إلا هو، وحتى كمان مفيش الا مفيش الا هو. الراجل صراحه حتى لو الشناوي كان موجود الراجل ياخد فرصته، راجل مأدي اداء زي الفل. ده بالنسبه لحراسه المرمى. بالنسبه لرباعي خط الدفاع، انا بالنسبه لي يبدا عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين. الراجل هنستفيد بيه، راجل لعيب دولي وراجل لاعب بيأدي المهام الهجوميه بطريقه كويسه جدا. ويبقى ناحيه الشمال علي معلول، برضك اللاعب لا غنى عنه، راجل يعتبر 90% من اهداف الاهلي بيشارك فيها. تمام. ده بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين وعلي معلول ناحيه الشمال. برضك في وجود محمد هاني، لو في اي ظروف هيبقى موجود مع عمر كمال عبد الواحد في حاله مثلا لو في ارهاق بالنسبه له، او في الشوط الثاني مثلا لو انت عايز تدي فرصه برضك لمحمد هاني. قلبي الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، عشان خاطر احنا عارفين كلنا ياسر ابراهيم مصاب. خط نص النادي الاهلي انا بالنسبه لي يبقى مروان عطيه، وهيبقى مفاجاه التشكيل، مش مفاجاه، هو الراجل بيأدي بقاله فتره، بس بالنسبه لماتش الزمالك احمد نبيل كوكا. الراجل صراحه بيبقى مش عايز اقول لك رمانه الميزان للنادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، مجهوده ولعبه وقتاليته مع مروان عطيه طبعا. ويبقى قدامهم امام عاشور. دول بالنسبه لي. ويبقى برضك معاهم برضك على الدكه عمرو السولية، محتاجته في اي وقت، راجل بخبرته. قفشه برضك راجل برضك ليه ادوار برضك ممكن يأديها في لو احتاجه كولر. بالنسبه لقفشه برضك يبقى ليه دور. الثلاثي بقى الهجومي انا بالنسبه لي يعني هيلعب بيرسي تاو ناحيه اليمين وحسين الشحات ناحيه الشمال. هو في ناس بتقول لك رضا سليم طبعا لعيب كويس ولعيب جامد جدا، وممكن كولر يبقى يديله، يبقى يخليه مفاجاه التشكيل ويلعب اساسي. بس انا بقى يعني برجح حسين الشحات احسن، عشان حسين الشحات بخبرته وراجل كل معظم الاهداف اللي فاتت هو اللي كان بيسجلها وبيصنعها، غير ان هو كمان قدام الزمالك ليدنج محظوظ. فانا بالنسبه لي حسين الشحات يبدا، ورضا سليم برضك لو احتاجناه في اي وقت ممكن يلعب ويؤدي المهام بتاعته المطلوب منه. وهيبقى قدام موديست. هو طبعا احنا مش قدامناش الا هو الفتره اللي فاتت دي عشان خاطر وسام ابو علي الاصابه اللي كانت عنده، وكهربا هيبقى موجود برضك معاه. وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ونتمنى يبقى في روح رياضيه، اهم حاجه تسود الماتش وتسود الملعب. انتوا هتلعبوا في السعوديه، فبرضك مش عايزين يبقى في اي حاجه بالنسبه للفرقتين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.